هعمل بقى معاكم شويه تفريزات حلوه جدا في تحضيرها، ما بتاخدش وقت خالص، وخصوصا بقى لو انتوا عندكم تمارين، عندكم دروس طول الوقت بره البيت. التفريزات دي سهله وسريعه، وطبعا انضف من الجاهز 100 مره. كمان تنفع لرمضان، وتنفع كمان لو احنا حابين مثلا نسافر سفريه سريعه كده ومش حابين ناكل اي اكل من بره. بجد التفريزات دي هتعجبكم جدا وما بتاخدش وقت. تعالوا نشوف بقى هنحضر ايه كده. اول حاجه هبدأ بقى معاكم في اول حاجة كده البرجر الفراخ، ما بياخدش وقت تماما. بجيب الصدور، طبعا ممكن تجيبوا صدور وراك، بس انا بحب الصدور بس. فبجيبها وبغسلها كويس جدا جدا وبصفيها. دي اهم خطوة، ان انا اصفي الفراخ كويس جدا، ولو كمان وصلت ان انا انشفها بمناديل هيبقى تمام جدا. بعد كده بقى بطحنها كويس قوي في الكبة، وبحط بقى عليها التوابل، هكتبها لكم في الكابشن. وبعد كده بحط عليها بقى اخر حاجة 3 معالق من البقسماط، بيشربوا اي سوائل في الفراخ علشان تخليها بقى تبقى متماسكه معانا كده وما تفكش معايا خالص وانا بسويها. ببتدي بقى ان انا اشكلها كده، وبحب ان انا اوزنها كده على الميزان، من بقى كل برجرايه كده من 95 ل 100 جرام. وبعد كده بجيب بقى المكبس دوت، متوفر في اي مكان بيتباع وسعره رخيص جدا جدا. بجيب بقى اكياس بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبحط بقى كده كل قطعة ما بين الاكياس، وبضغط عليها بالمكبس. طبعا لو ما عندناش مكبس ممكن نعمله بغطا برطمان عادي جدا، وكمان بنتحكم في الحجم بتاعه، ممكن يكون ميني، ممكن يكون نفس الحجم ده على حسب غطا البرطمان. خلصت بقى كمية بقى البرجر الفراخ، هبتدي بقى ان انا اعمل بقى البرجر اللحمة. برضو سهل جدا وتوابله بسيطة خالص. معايا بقى كده كيلو من اللحمة المفرومة، فرمتها كده وشين، وحطيت بقى عليها ملح وفلفل اسود ورشة من جوز الطيب ورشة من البابريكا، وعليها كمان بضاية. وبنزل بقى ب3 معالق كبار من البقسماط المطحون، ممكن نستبدل البقسماط المطحون بنص رغيف من الفينو. ببله من الميه كويس جدا، بسيبه كده 5 دقايق، وبعد كده بعصره كويس جدا وبضيفه على اللحمه. وبعد كده بنزل بقى بمعلقتين اختياري من دبس الرمان، بيديه كده، بيبقى بعد ما بيستوي بيبقى جوسي شويه من جوه. لو مش حابينهم ممكن ما نضيفهمش خالص. قلبتهم مع بعض كويس كده بقى، وهبتدي بقى ان انا اشكلهم. البرجر اللحمه مش بيحتاج ان انا احطه في الكبه، لان هو طبعا مفروم مرتين ورا بعض، فمش بيحتاج ان انا احطه في الكبه خالص. هو بس تقليبه بس مع بعض، ان هي تتشرب التوابل مع بعض، ويبقى كده خلاص جاهز معايا. بعد ما بشكلهم بقى بحطهم في الفريزر، بس طبعا مش فوق بعض، لمده نص ساعه او ساعه يتماسكوا بس كده عشان يحتفظوا بشكلهم. بعد كده بقى برصهم فوق بعض، وبحطهم بقى بفرزهم في الفريزر عادي جدا. تالت صنف بقى احضره معاكم الشاورما اللحمه، وبرده مفيش اسهل من كده. اهم حاجه بقى اجيب قطعيه ما بتاخدش معايا سوا كتير عشان ما تكشش معايا كمان. انا جايبه هنا وش الفخده، قطعتها كده زي البوفتيك، وبعد كده قطعتها شرايح رفيعه. هنزل بقى عليها بالتوابل، طبعا كل التوابل دي هكتبها لكم تحت في الكابشن. اهم حاجه بقى واهم خطوه ان انا اسيب اللحمه بقى جوه التوابل كده، تقعد مثلا من 3 ل 4 ساعات لو انتوا هتسووها على طول. لكن لو هتفرزوها بنحطها بقى في الفريزر كده، وقبل ما بنسويها بنخرجها تفك تماما. ما نفكهاش احنا خالص، هي تتساب لما تتفك خالص علشان ما تجلدش معايا، وبعد كده بستخدمها. في معلومه كمان، ان احنا ممكن نحط الشاورما اللحمه في التلاجة من 4 ل 5 ايام، بس الكلام ده لو في الصيف، وبنستخدمها في اي وقت احنا حابينه. ولو في الشتاء ممكن نحطها من 5 ل 7 ايام كده براحتنا خالص برضو، وبنستخدمها براحتنا خالص، ما بيحصلهاش اي حاجه ولا بتغير طعمها تماما. بس اهم حاجه ان هي تكون في علبه كده ليها غطا محكم كده علشان تحتفظ بلونها وبشكلها وبطعمها. رابع صنف بقى جبته معاكم بقى الكبده البانيه. بعد ما قطعتها عند الجزار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هجيب معايا بقى بصلايه كبيره، وعليها بقى فصين 3 من الثوم، ورشه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود، وعليهم بقى كمان عصير ليمونه كبيره، ومعلقتين كبار من الخل، ومعلقه كبيره من الكمون، ومعلقه كبيره من الكزبره، ومعايا بقى معلقتين كمان من معجون الصلصه. المكون ده مهم جدا، يا ريت ما نستغناش عنه خالص. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، ويا ريت بقى نسيبهم كده بتاع 3 4 دقايق كده لغايه ما كلهم ياخدوا من طعم بعض. بعد كده بصفيهم كويس جدا بالمصفى على الكبده. انا صفيتهم عشان خاطر كل التفل ده لما بينزل في الزيت وانا بحمر الكبده بيحرق الزيت، وبيخلي كده في حاجات بتلزق في الكبده ومش بتعجبنا خالص. يا ريت بقى واحنا بنجيب الكبده ناخد بالنا بقى كده ان نخلي الجزار يقطع لنا كده السمك بتاعها، لا يكون رفيع ولا تخين، عشان لو رفيعه بتنشف في الزيت، ولو تخينه بيبقى جواها دم. خليها تبقى حجم متوسط. بغطيها كويس جدا بقى وبحطها على الفريزر على طول.
هعمل معاكم بقى خامس وصفة بقى، خلطة المحشي. بجد لما بتبقى متوفرة في البيت وبتبقى موجودة بتسهل علينا حاجات كتير جدا. وهعملها لكم كمان بطريقة بقى بتخلي الخضرة كده بالشهور في الفريزر، مش بتغمق خالص، وبتفضل محتفظة بلونها كده وبطعمها. معايا بقى شبت وكزبرة وبقدونس، جبت من كل واحدة كده 3 ونضفتها كويس جدا وقطعتها صغير خالص، وحطيتها بقى في المصفى كده، غسلتها وسبتها تتصفى خالص، ميبقاش فيها ميه لغايه ما اعمل التسبيكه بتاعتي. معايا بقى بصل ابيض كده، هجيبه بقى حتى لو عندنا كميه منه وخايفين لحسن يبوظ مننا، بنقطعه كده الاول وبعد كده بنفرمه في الكبه كده ناعم، وبعد كده بحطه بقى في اكياس وبقسمه بالسكينه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي كده، وبحطه في الفريزر وباخد بقى قطعه قطعه لما بعوزه. اذا كنتوا بقى هتعملوا بقى تسبيكه اكله او اي حاجه، بيبقى متوفر عندكم وسهل جدا، بيوفر علينا وقت كتير جدا. بعد بقى ما خدت بقيت كميه البصل اللي اتفضلت معايا، عملتها بالشكل ده كده وحطيتها على الفريزر. بقيت بقى البصل اللي هو 1.5 كيلو كده من البصل الابيض، بعد ما ضربته في الكبه كويس جدا، نزلت بقى عليهم في الحله كده وعليهم نص كوبايه من الزيت. هشوحهم كده لغايه ما يتبلوا معايا حاجه بسيطه خالص، ويكون معايا بقى طماطم اضربها في الخلاط كويس قوي. وبعد كده بنزل بقى على البصل هنا 1.5 كيلو، حطيت عليه 3 كيلو من الطماطم، وعليه بقى معلقه كبيره من البابريكا ونص معلقه من الشطه وملح ورشه كده حلوه من الفلفل الاسود، و3 قرون من الفلفل الحامي، ونص كده علبه من معجون الصلصه او 3 معالق كبار هرميين كده، وبقلبهم كده وبحطهم على النار لمده كده بتقعد معانا كده بتاع 2 ساعة على نار هاديه خالص، لغايه ما كل السوائل اللي فيها تتبخر كده وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نجاح اي تسبيكه انها ما يبقاش فيها اي سوائل خالص ولا اي ميه، فلازم تتسبك معانا كويس. وبعد ما بتبرد معانا لازم نسيبها تبرد تماما، انزل بقى عليها بالخضره بعد برضو ما صفيتها كويس قوي، وهقلبهم مع بعض كده. وبعد ما قلبتهم مع بعض وخلاص ظبطت الملح وكل حاجه، بجيب بقى كده اكياس التلاجة، وابتدي بقى ان انا احط بقى فيها التخديعه، بقسمهم بقى على كل اكله كده، بشوف بحتاج قد ايه. انا هنا 3 كيلو طماطم و1.5 كيلو بصل، قسمتهم على 3 اكياس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تبقى معايا بقى كده صلصه مركزه كده لتخديعه اي محشي، تفضل بقى الخضره بتاعه المحشي محتفظه بشكلها كده لشهور في الفريزر. نفس التخديعه بقى بعمل منها كده برضو الممبار، مع ان في ناس كتير جدا بتعمل الممبار بطماطم عاديه جدا معصوره في الخلاط، بس انا بحب كده برضو الطماطم اللي متسبكه، علشان بحتفظ كده بلون الممبار، بيبقى شكله حلو جدا بعد ما بيتحمر، بيبقى الرز كده ليه لون وطعم. بقلب بقى التخديعه دي كده في الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وشايفين الخضره محتفظه بشكلها ازاي، لونها ما غيرش تماما. بعد كده بقى باخد بقى الكميه اللي انا هحشي بيها، وبجيب الممبار بعد ما بغسله كويس جدا وبصفيه، بجيبه وبفضل بقى احشيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي احسن طريقه تحشوا بيها الممبار، بيبقى سهل جدا وما بياخدش معاكم وقت خالص. واهم حاجه كمان تكونوا مقطعينه ومجهزينه علشان فعلا ما ياخدش معاكم وقت. بعد كده ببططه، لازم يتبطط كويس، ما يبقاش فيه رز كتير، لازم يتبطط زي ما انتم شايفين كده. شفتوا مبططاه خالص. بعد ما خلصت بقى الكميه بتاعتي كلها كده، هجيب بقى حله يكون فيها ميه كتير، لازم الميه تعدي الممبار مثلا بشبر كده. هجيب بقى معايا حبهان وفلفل اسود حصى وورق لورا، وبنزلهم بقى كده، ومعايا جزر وبصل وطماطم وقرن فلفل حامي. قرن الفلفل الحامي بيدي طعم مش قادره اوصف لكم ازاي، وريحه الممبار بتبقى خطيره. اول ما الميه ما بتغلي، ما ينفعش طبعا انزل الممبار من غير ما الميه تكون بتغلي. اول ما الميه ما بتغلي كده بروح منزله الممبار، بيقفل على طول. وبعد كده بعد ما بيستوي بيقعد معايا 1 ساعة الا ربع على النار. بعد ما بيستوي معايا تماما بسيبه بقى كده، لازم يتشمع. عارفين يعني ايه يتشمع؟ يعني ياخد من الهواء كده وينشف معايا. بعد ما بينشف، حتى لو انا ينفع ان انا ارصه كده او احطه على فوطه وافرده كده عشان ينشف خالص ما يبقاش فيه ميه تماما. بعد كده بقى برصه في اكياس. الخطوه دي مهمه جدا عشان خاطر لو هو فيه ميه ولسه طري بيلزق في بعضه، لما بتيجوا تحطوه في الفريزر وتيجوا تخرجوه بيبقى ماسك في بعضه وبينزل في الزيت، بيبقى مش حلو. لكن لو هو ناشف الاول قبل ما بيتحط في الفريزر، بيبقى كل واحده لوحدها وبتنزل في الزيت، ما بتاخدش وقت برده في التحمير، وبتاخد لون حلو جدا من كل جنب. بخرجه بقى من الفريزر وهو متجمد كده على الزيت على طول، مش بستنى طبعا ان هو يفك. احلى وصفه بقى بعملها بقى معايا، وبحب افرزها كويس جدا لانها ما بتشربش زيت خالص لما بتكون متفرزه، السمبوسه. وطبعا كمان السبرينج رول. بجيب بقى اللحمه المفرومه، ويفضل ان اللحمه المفرومه ما يكونش فيها دهن خالص، تكون حمرة، وانزل بقى عليها كده ببصلايه كبيره
وورقتين لورا، وطبعا بقى التوابل بتاعتنا بقى الفلفل الاسود والشطه، ولو حابين طبعا تحطوا بابريكا، وربع معلقه صغيره خالص من القرفه، وملح، ورشه كده من جوز الطيب، وبقلبهم مع بعض كده، وبيبقى خلاص كده استووا معايا. بشيل بقى ورق اللورا، ويبقى كده خلاص معايا بقى اللحمه جاهزه. بسيبها تبرد خالص، بنزل بقى عليها بكوبايه كبيره من البسله بعد ما بسلقها، برضو بسيبها تبرد، ونص كوبايه من الجزر بعد برضو ما بسلقه. وبعد كده بستنى لما يبردوا تماما، وبنزلهم بقى على اللحمه. ومعايا بقى كده كوبايتين من ميكس الجبن. انا هنا معايا جبنه شيدر، على جبنه موتزاريلا، على جبنه جوده. قلبتهم مع بعض كده، وده معايا بقى الميكس الخطير ده لاي سمبوسه او سبرينج رول. بجد احلى سمبوسه هتاكلوها لما تكونوا مفرزينها، لانها ما بتشربش زيت خالص وهي متفرزه. يعني بخرجها كده من الفريزر، بنزلها على طول على الزيت، ويكون زيت غزير. اول ما بنزلها كده بتاخد لون بسرعه، لان طبعا كل حاجه كل مكوناتها مستويه. كل المطلوب انها تاخد لون حلو من كل جنب، وكمان تكون مش شاربه زيت، وتكون مقرمشه. وده انا اضمن لكم ان الطريقه دي هتطلع لكم كل المميزات في السمبوسه بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. وبنفس بقى اللحمه كده برضو بعمل السبرينج رول، بيبقى طعمه خطير ومقرمش كده، وبيبقى شكله حلو جدا على ترابيزه السفره كده في اي عزومه، او في حاجه سريعه زي ما بقول لكم، او في رمضان. بتسهل عليكم حاجات كتير جدا. بتقفلوها بقى بالشكل ده كده، وبنفس معلقه الدقيق والميه بروح قافلاها برضو بالشكل ده كده. اهم حاجه بقى بعد ما بقفلها بمسحها كويس جدا، علشان خاطر لما ارصهم جنب بعض في الكيس ما يلزقوش في بعض. شايفين بيبقى شكلهم عامل ازاي؟ زي الجاهز بالظبط. وشايفين السمبوسه؟ طبعا بقى ممكن تعملوها بكذا حشوه، وتكتبوا على الكيس من بره دي حشوه ايه. هعمل معاكم بقى البانيه، وده بقى محبوب الجماهير كلها، ونحب كده ان احنا يبقى عندنا اي حاجه في الفريزر تسهل علينا الدنيا. معايا بقى شرايح البانيه بعد ما غسلتها وصفتها كويس. هبتدي بقى ان انا اعمل بقى التتبيله بتاعته. معايا ليمون، ومعايا معلقه من البصل البودر، يفضل طبعا تكون بصلايه بشرتها واخد الميه بتاعتها، هتبقى احسن كتير. وعليهم بقى بابريكا، وربع معلقه كده من القرفه، وفلفل اسود، وملح. ومعايا بقى مكون بقى خطير بيخلي البانيه طعمه تحفه ولونه وكل حاجه فيه بتبقى حلوه قوي. معلقه كده من معجون الصلصه، وبقلبهم مع بعض كده، وبدهن بقى بيه البانيه. بسيبهم كده مع بعض كده لمده ساعه، وبعد كده بقى بحطه بقى في الكفر بتاعه. معايا هنا بقى كيلو البانيه بياخد بيضتين، وعليهم ملح وفلفل اسود. ممكن طبعا نستبدل بضايه بمعلقه كبيره من اللبن، وعليها برضو شويه ملح وفلفل اسود، ونقلبهم مع بعض كويس جدا. يكون معايا بقى كده نص كوبايه من الدقيق الابيض العادي، ومعايا كمان بقى كده كوبايه من البقسماط الخشن وعليه شويه من الناعم. وبعد كده بنزل بقى البانيه كده في الدقيق الاول، بعفره الاول كده في الدقيق، وبعد كده بحط بقى كده في البيض، وبعد كده البقسماط. بس اهم حاجه بقى ان انا اصفيه كويس جدا من البيض. بنزله بقى كده في البقسماط، واهم حاجه ان انا ادوس عليه بايدي كويس جدا جدا، عشان اتاكد ان هو اتغلف من كل مكان، وان الكفر كده اتمسك عليه كويس جدا. لو انا بقى يعني ليه على طول في ساعتها، بحطه بس في التلاجة لمدة 10 دقايق يتماسك بس كده، وبعد كده بقليه. لو انا يعني هشيله بقى في الفريزر، بحطه بقى في اكياس زي ما انتم ما شايفين كده. بجيب بقى اكياس التلاجة وبقسمها نصين، وبرص البانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقفل عليها الكيس. وبعد كده بروح مطبقاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبرصها بقى في اكياس التلاجة. بيبقى معانا بقى احلى بانيه. بنخرجه كده برضو من الفريزر على الزيت على طول، مش بنستنى طبعا ان هو يفك. وبجد معانا بقى كده احلى تجميعة لشوية بقى كده تفريزات. جربوا بقى التفريزات دي، وقولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم، واكتبوا لي في الكومنتات. ولو في هنا وصفه حابين تعرفوها بالتفصيل، ادخلوا عندي على الصفحه وهتلاقوها. وبألف هنا.